التقرير لكريم عليلوش. يظهر تنظيم داعش مرة أخرى أنه عدو للإنسانية بعد تبنيه هجوم مدينة نيس الدامي ليضع بصماته مرة جديدة في فرنسا ويؤكد أنها الوجهة الأولى لتنفيذ عملياته الإرهابية في الدول الغربية. منفذ الهجوم الذي عاش في فرنسا لعدة سنوات رأت السلطات أنه تطرف بصورة سريعة لم تسمح لأجهزة المخابرات من التفطن له. الشخص الذي قام بهذا العمل الجبان لم يكن معروفا لدى أجهزة المخابرات لأنه لم يتم تسجيله في سجن أو شبكات بالإرهاب. يبدو أنه شديد بطريقة جدا. على حال هذه هي التي توصل محيطين. تصريحات مفاجئة بالمنفذ محمد بوهلال حماية الانتماء لهم من المصلين ووالديه منعزل وغور. يعرف يصلي لهم وعلاقة تبعت تجي ما يصليش ما عندوش